السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل ان شاء الله النهارده مع بعض، هوريكم ازاي نعمل الفرخة المشوية في الفرن، وهنعمل جنبيها محشي مشكل برضو في الفرن. عندي بصلة مبشورة زي ما هي بميتها، عندي طماطمايه، عصير طماطم، كاتشب، ليمونه، شويه معلقه زيت ومعلقه خل، والتوابل اللي هنستخدمها مع الفراخ المشويه ملح وفلفل والسبع بهارات وبابريكا وبصل بودر وتوم بودر وزعتر. هنقول لكم مع بعض هنعمل ايه. هنحط البصل الاول، بسم الله الرحمن الرحيم. نحط البصل، طماطمايه، والكاتشب. طبعا الكاتشب بيدي طعم حلو قوي للفراخ المشويه. هنحط معلقه الخل ومعلقه الزيت والليمونه، وهننزل بالتوابل بتاعتنا. هنخلط كل ده مع بعضه وهنتبل بهم الفرخه. المفروض الفرخه تستنى في التتبيله دي على الاقل ساعتين. وفي طبعا كذا طريقه للفراخ المشويه، ممكن تحطها على البوتاجاز، تحمرها على الجريل على البوتاجاز تشويها، ممكن تحطها في الصينيه سليمه زي ما هي، ممكن تقطعيها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا خاليه بين الجلد واللحم عشان ادخل التوابل فيها، التتبيله بتاعتي فيها. انا حشو الفرخه بتاعتي في الفرن بالطريقه دي. انا لبستها لازازه، ازازه 7 بيبسي، اي حاجه يعني عندك ازاز. حطيت الفرخه فيها وحشوها كده بالطريقه دي في الفرن، وحطيت بقيه التتبيله بتاعتي في الصينيه، وحطيت عليها شويه ميه عشان طبعا كل ما هتستوي معانا البخار هيسوي الفرخه. البخار اللي هيطلع من التتبيله دي هو اللي هيسوي الفرخه بتاعتنا. هنحطها بقى في الفرن وهنبتدي نعمل مع بعض المحشي المشكل. انا هرص المحشي بتاعي اللي احنا هنعمله هنا وهحطه في الفرن، بس هحط الاول بصل وطماطم. ده زي بايركس كده بس فخار، بحط فيه ساعات المحشي وبحطه في الفرن، بيبقى حلو جدا. هنرص برضو طماطم كده، وهحط رشة ملح بسيطة ورشة فلفل. احنا المحشي بتاعنا، انا عملت معاكم محشي الكرنب قبل كده وكنت مسبكه له الصلصه بتاعته. انا هعمل المحشي المشكل ده ني في ني، عشان في حد طلب مني قال لي بيقول لي يعني ايه ني في ني. قلت له يعني تحط كل حاجه على بعضيها نيه من غير ما تسبكها. فانا قالت لي يعني واحده حبيبتي يعني قالت لي افضل تعمليه قدامي عشان اشوفك انت بتعمليه ازاي. فانا عندي الرز طبعا منقيه كويس وغسلاه ومصفياه من الميه بتاعته. هنبتدي نحط كل حاجه عليها نيه ونقلب كله مع بعض. حطي بصل وفصين توم، وعندي الخضره بتاعتي مقطعاها كويس جدا صغير، شبت وبقدونس وكزبره. وهننزل بعصير الطماطم، وهنحط الصلصه بتاعتي، وهحط كوبايه الا ربع من السمنه، وهنزل بالتوابل بتاعتي، ملح وفلفل وكمون وشويه من الشطه. وهنقلب بقى الخلطه دي كلها مع بعضها. وانا عندي المحشي بتاعي طبعا غسلاه جاهز عندي. هنقلب الخلطه دي طبعا كده كويس، وبعدين هنبتدي نحشي معاكم المحشي. كده خلطه المحشي بتاعتي جاهزه معانا. هنبتدي بقى نحشي كده مع بعض واحده واحده. تهزيها كده عشان الرز ينزل في قعر الكوسه من تحت، وبعدين تحشي وما تمليش المحشي للاخر عشان طبعا السوا بتاعنا ما تبقاش مكبوسه كده بالشكل ده عشان تاخد سواها. هنخلص بقى بقيه البايركس كله وهنوريكم بقى هنعمل ايه. كده حبايبي احنا خلاص لفينا المحشي بتاعنا.
المشكل. والليد بقى طبعا انا حطيته في الحله هنا، هنسويه في الحله، هسوي ده في الحله وهحط ده في الفرن. عندي الشوربه بتاعتي هنا جاهزه، هنسقي بيها المحشي. بسم الله الرحمن الرحيم كده بالشكل ده، وهغطيه بقى بالفويل وهدخله الفرن. ولما يطلع بقى والفرخه تستوي هنغرف معاكم. بصوا حبايبي كده الفرخه بتاعتنا خلاص اتشوت مية مية ما شاء الله، وده الصوص اللي نزل منها. عايزه اوريكم بقى طاجن المحشي خلاص استوى معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. كده عملنا فرخه مشويه في الفرن، وعملنا جنبيها محشي مشكل برضو في الطاجن. انا هسيبه كده زي ما هو كده مرصوص كده. ودي الفرخه بتاعتنا، وده المحشي اللي انا كنت حاطاه في الحله. يا رب تكون حلقه النهارده نالت اعجابكم. ما تنسوش تحطوا لي لايك وتعملوا اشتراك في القناه. اشكر كل الناس اللي بتتابعني.